السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلسلة فيديوهات لوحة SC2. والنهاردة الفيديو شرح بسيط جدا كيف ان انا اعمل مانوال على اللوحة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بدوس على زرار مانوال، هنا مانوال بختار هل مانوال ستيشن يعني هشتغل على محبس او مانوال بروجرام يعني هعمل تيست على المانوال كله، ولا مانوال تيست بروجرام على طول. يعني هدوس كده البروجرام رقم ستيشن، ولا اشتغل على رين تايست بروجرام كله وابدا ستار، ولا هشتغل على مثلا لو انا دوست كده يبقى انا هيديني البروجرام ستيشن واحد في البروجرام هيشتغل دقيقة واحدة. تمام. في بعمل ستوب اول كده، خلاص المحبس ما اشتغلش اللي هو رقم واحد. ببدأ ان انا ادوس مانوال ستيشن، وبختار هل ان انا عايز اشتغل ستيشن واحد ولا بلوك واحد. تمام، مثلا بلوك واحد، وباجي هنا بدوس بلوك واحد وبدوس على البكرة، وباجي هنا اشوف هديله دقيقة 2 3، وفي كمان ثواني لو انا حابب ادي ثواني مثلا 4 دقايق، وبدوس هنا وبدوس ستار. تمام كده اللوحة بدأت يبقى فيها تيست البلوك رقم واحد اللي هو فيه ستيشن رقم 2 وستيشن رقم 4 وستيشن رقم 6. والفرق زي ما انتم شايفين في التشغيل حوالي 3 ثواني بين كل محبس والتاني، والمحابس كده اشتغلت ورايا. ودي محابس مثلا، يعني انا قدام محابس رش. التست كده تمام كويس امين. بدوس ستوب او خلاص اللي انا شيكت مثلا بدوس ستوب او بسيبها مانوال زي ما هي، وبعد ما يخلص الوقت بتاعها بترجع للوحة للبروجرام اللي انا عايزه. وادي بدوس ستوب اريجيشن. بعد كده لو هنعمل مانوال بروجرام، هو بيقول لك هتشتغل بروجرام واحد وبروجرام 2 وبروجرام، ادي دول 5 بروجرامات اللي هم موجودين في ال5 بلوكات اللي موجودين في ستيشن بلوك واحد، بروجرام واحد. تمام. فانا لو انا مختار مثلا عايز ادي كل واحد اديله بلوك، كل واحد مثلا البلوك واحد ده هديله كام دقيقة، بلوك 2 هديله كام دقيقة، وهكذا. وببدأ ان انا ادوس ستار، فستار كده البروجرام او البروجرام ده اشتغل النهاردة كله. هيبدأ برضو ببروجرام رقم واحد هيشتغل 15 دقيقة، في 3 استشانات. بلوك رقم واحد فيه 3 استشانات. و ستوب irrigation. لو انا دلوقتي هعمل مانوال دلوقتي خلاص كده الدنيا تمام، رجعت اللوحة زي ما كانت. شكرا لكم، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.